بالحلقه اللي فاتت قلت لكم تركت الجامعه وتركت الدراسه بعد ما نجحت من المرحله الاولى. زين صدق هذا الحكي لو كذب؟ انا نجحت من السادس وطلعت معدل يقبلني طن اختصاصاتي، طببني للاستماره مال التقديم وقال لي اختار خالي، اختار اللي عجبك ويمي ما عليك. بس امي كالعاده تقول جاي تشتري لي ملابس، كل شوي جايبت لي اختصاص وحاططه على صدري، شوفه يكفيني لو لا. ها حلو، يلا يلا شمره بالاستماره، وجهتي صبري صدق كذب ماما. ضطوني فك رب الحلو بس دخل اندلدل. خب اذا قلت ما يعجبني ترجعني بدون ما تشتري لي، وشرط ترجعني مشي. الشاقه احبك ماما والله، والعباس احبك. او في الغداء ما لعب. قدمت هندسه وانقبلت بيها، درست السنه الاولى والامور كانت طيبه لحد ما داومت اول يوم وطلعوا كل اللي موجودين حرفيا سابقين بخطوه لي قدام. الدكتور بعد ما سالوا ذولي رافعين ايدهم يريدون يجاوبوا، لحق تدرسون على كلهم يعرفون عن الاختصاص لانهم يحبوه، الا اني دكه دبل. ياهو اللي يسالني ليش طاب لي قسم اقول له ها والله ستوريات ما عندي شيء. حملك للمسدس شجاعه ام خوف؟ لا والله ستوريات. وصلت المرحلة كرهت بيها رب القسم وبس اريد ابطل ادرس على قد النجاح واخلص من يمه، حتى الست بطلت ادور عليه ما اريد. بهاي الاثناء انا كنت اشتغل على القناة وادرس واحاول افتهم اني تخصصي المستقبلي شنو بالضبط، غير نفتهم شو اطلع ربة بيت لو افتح لي محل يبيع شدات مال بوب جوا فرمتي. من الاخير عاد عدت السنة وشفتوا الفيديوهات انتوا شفتوا الحكي اللي حكيت على طلاب قسمي، فتعاركت حرفيا ويا نص طلاب قسمي ووصلت لنهاية السنة يريدون يحرقوني عموما كنت دور ثاني بمادة واحدة سعي بيها 27 وبالمختبر ماخذ 10 وعندي قرار 5 درجات، يعني حرفيا محتاج 8 درجات من 50 وانجح. طبيت للامتحان صرت امور قلت خلاص شي يجيب سؤال احل قلت اقل شي اطلع اجيب 25 درجه هيجي. طلعت النتائج عفت امور وصرت حيدر قوه ظهري يوجعني على نتيجه. ثاني متالي طلعت طايح بها وحتى القرار مشايني من الهيبه. شنو الفيلم ما ادري ولكم هي 8 درجات، يعني معقوله اني اللي طلعت قلت اجيب 25 درجه ما اجيب 8 درجات؟ يعني ترى الموضوع مو معقول. هنا انا بدأت شوي تلعب روحي من الجامعه، بس بالدور الثاني نجحت من يمها، ومن نجحت اجا كلب بن كلب حط ببالي منحه لاستراليا، يعني ادرس مجانا بوحده من افضل الجامعات بالعالم. انه وين؟ باستراليا. قلت اويلي خير وان لك فول كناغر اذوب اخضر لو مرت علي استراليا وعلي. جبتها منا وديتها منا. انا بديت اشتغل بشركه قويه وراتب يعني زين، يعني مهندس الحاسبات لو يتخرج ويشتغل 5 سنين اللي قدامه يوصل راتب بالشهر واحد من راتب. فصفنت لها لعبت بها طوبه شويه، قلت الهندسه ما توكل خبز، عندي منحه لاستراليا، عندي مهاره توظفني باي مكان اريده، ودا جمع حتى افتح بزنس خاص بي، يعني صرت شويه جو ايلون ماسك شصخهم بالدراسه بعد. مارك زوبرك ما ادري شو اسمه هذا بالفيسبوك جنب رحصي، اذا اجي البيت جايب امه وياه، امه اذا شافتني تقول له روح بوس ايد عمك، لان وصلت البرايم مالتي، صرت ذاك الشخص اللي عايرون بولد العشيره كلهم، صرت رونالدو ب 2017 ما حد يقدر يلحقني، خالاتي كلهن قوه علاقتهن بي، ابوي قام ما يقدر يحاكيني، صرت ضلعه بعد شنو يرزلني شنو يقتلني، قمت من اطوب لي البيت يجيبون الصواني يحطوها قبالي، قبل كنت حساب على حشبه يحسبون، هسه يحطوا لي دجاج وسمك سوي لك صدق كذب، اذوب اخضر على الاحترام وعلي، يعني بس تخيل من صار عندي فلوس صار عندي احترام لدرجه الجمعه يخلوني انام، يقولون خطيه تعبان ما حد يقعد. المتابعين القناه من قبل يدرون حرفيا كنت ادفع اجار للغرفه مالتي كنت قاعد بيها بالبيت، اي كنت ادفع، اي نعم اي الحال وصل بي الهس. بالتالي ما صار عندي فلوس ورجعت لبيتنا بعد ما كنت غربه وقاعد بوحدي. بهاي الاثناء العطله دا تمشي واني دا اشتغل على وظيفتين، بزنس خاص والقناه والمنحه وغيرها من تفاصيل. قرب موعد الدراسه وقررت اتخذ مصيري، يا ابقى بالدراسه يا اطلع. قعدت احسب حسابي واصفن وابوع الفيديوهات واسال، وقريت كتاب الاب الغني والاب الفقير بالورقه الرابعه وحرقت الكتاب، اي نعم قضيته وشمرته بالزباله، سويت له موظف مصنعه محليا وحرقت ديني. كتاب زربه لكن المعلومات اللي بيه لو سولفها لروحك بالتواليت همين كان احترمت نفسك وما ضر. بداية الحساب أنا مهندس، إذا تخرجت قدامي عدة طرق، يا أما قطاع حكومي أما قطاع أهلي. القطاع الحكومي عبودية ومستحيل أشتغل به، القطاع الأهلي ممكن أشتغل كمبرمج كديزاينر أو الاختصاصات اللي موجودة بالمجال الشامرة هيجي على صفحة، وكل الاختصاصات هاي رواتبها بين $500 ل $1000 لحد ما أكتسب خبرة شقاقية ممكن أشتغل بها براتب عالي. زين لهنا شنو يعني احتاج في السنه ادرس بها تخصص من تخصصات البرمجه والقى وظيفه، بينما اني هسه عندي وظيفتين وعندي مهاره تتطور وعندي بزنس والخ من المهارات اللي عندي. زين شنو عندي بعد؟ عندي دراسه 3 سنين راح اشق الله اوازن بين الدراسه والشغل. باوعيد قلت خرب هبل انا ما بي حيل افكر، وصفنت من انا دا اشتغل على منحه استراليا، يعني اذا طلع غصبا علي وعلى اهلي اترك الدراسه، لان انا اقوى احلامي انه اكض لي كنقره اتلاكم. صرت سني وانفجرت. النظم هذا جايين النظم هذا اخوات النوشيح على الوطن. قلت خلاص كافي تركت الدراسه. اي نعم هذه اللحظه اللي قررت بيها اترك الدراسه بشكل نهائي. رحت لاهلي قلت لهم هيك الوضعيه وراح اترك الدراسه. اخ الله
بعدني ما مكمل وجروني بزيج يكرم الله انزرفت اذني، زرفوا الطبله، طيحوا الطبله قاموا يدقون علي، رزلوني رزاله حتى من شين الطفل وضربت الطوبه بالصوبه وحركت القطعه ما رزلوني بقوتها بوكيتي. شفت انه المنطقي ولحتى اقنعهم احتاج اثبت لهم انه انا من صدق دا اطلع فلوس اكثر من اللي ممكن اطلعها مستقبلا بالشهاده، لان هي الشهاده شو تسوي بيها؟ اي نعم بغض النظر عن الاستخدام الاول انت راح تطلع فلوس من يموت تتزوج بيها، انا دا اطلع فلوس وما اريد النسوان كلهن صاران حديديات وفوق فوق فوق مكاني ثقة نفسية والدنيا تحدى. فش اسوي بالشهاده بعد؟ خت ولي جبت لهم الفلوس وصرت احس روحي قائد العصابات رب الحلو، وقنعتهم بالموضوع وتركت الجامعه. يعني صار الموضوع بغض النظر عن كونه تفكير مجرد قرار شخصي، صار قرار حقيقي اتخذته على ارض الواقع، وكانت اكبر تحويله بحياتي. بس اللي صار بعدها كان حدث فاصل بحياتي، يعني اول مره الدنيا تفاجئني هيك، حسيت روحي انغلبت. صار راح اسوي حركات القديمه واقول لك بالجزء الثاني تعرف. تحياتي وباوع، لا تروح تترك الدراسه بس لان انا قلت لك انا تركت الدراسه، لا تاخذني قدوه بهيك موضوع، بالعكس افتهم القصه كامله، اكو تقريبا اكثر من 4 فيديوهات راح تنزل تبعا للموضوع وبعدها اتخذ قرارك، انا مالي علاقه. وهسه كافي لك جايك البراند بشكل يشكشك سدي.